مين جاء أول، البيضة ولا الدجاجة؟ هالسؤال حير الناس من زمان والنقاش عليه ما يوقف للحين. بعضهم يقولون المنطقي إن الدجاجة طلعت أول، لكن إذا الدجاجة طلعت أول فأكيد إنها طلعت من بيضة وما رسبنت فجأة بالكوكب. هالنقاش شكله بينتهي أخيراً بعد ما طلع العالم جولز هاورد عالم الحيوان ومؤلف كتاب تطور البيض، وقال إن البيض هو اللي طلع قبل الدجاجة. وشلون؟ يقول العالم إن البيض أصلاً كان مختلف عن شكله الحالي قبل 600 مليون سنة. كان البيض صغير جداً، سمكه بسمك شعرة الإنسان، وكان البيض ينتقل عبر المحيطات مثل السحب الحليبية، وبعدين استقرت على قاع البحر. طيب إذا البيض جاء قبل الدجاجة، أجل متى طلع الدجاج؟ ينحدر الدجاج من نوع دواجن الغابة الحمراء باسم جالوس اللي بدأ يتطور قبل أكثر من 50 مليون سنة. يقول العلماء أن بعد ما بدأ البشر بزراعة الأرز، بدأت طيور الغابة تجتمع عند حواف الحقول، وبعد مرور الوقت تكيفت الطيور مع البشر وبدأت في تربية مجموعات أكبر من الكتاكيت. ومع مرور وقت أكثر بدأت دواجن الغابة البرية تتحول لنوع من الدجاج الأليف أو المستأنس. زبدة آخر دراسة، البيضة بدأت قبل 50 مليون سنة والدجاج طلع قبل حوالي 3500 سنة. وانت وش رأيك؟ هل اقتنعت بكلام العالم؟ يا شو اسمه يوم يقولون شو اسمه يقولون في سؤال نادر دائما نطرحه